السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا تالتة إعدادي عاملين إيه؟ إن شاء الله يا جماعة النهاردة هنكمل بقى التريكات بتاعتنا اللي إحنا شرحناها وحليناها الحصص اللي فاتت. إحنا النهاردة هنكملها. بصوا يا جماعة إحنا طبعا مركزين في الجرامر أكتر حاجة الفترة ديت عشان ناس كتير قوي بتقع في الجرامر، فإحنا كل الكوريكت إحنا بنحل المحافظات كلها، الكوريكت بتاعها كلها كل تفصيلة بنحلها ودي جت ليه ومش عارف الكلام ده كله. فتعالى يا جماعة نكمل رحلتنا في الحل الكوريكت، كل الكوريكت اللي موجود في الامتحانات. تعالى نرجع تاني لرحلتنا ونحل كل جزئية فيها. يلا يا جماعة. I didn't buy the jacket or the coat. معناها أنا ما اشتريتش ولا جاكيت ولا معطف. إيه فيهم وير. بص بقى في قاعدة كده بيقول لك إيه، لما تيجي اوف معاها زم ثم فعل جمع اعرف ان انت عايز. بص يا شباب احفظ القاعده دي، لما الاقي اوف زم فعل جمع وير دي فعل جمع، المفرد منها واز، لكن دي فعل جمع دلوقتي. طالما فعل جمع انا عايز بص. يلا اللي بعده بيقول لك احمد زبلان طياره احمد هتسافر الساعه 9. والله الساعه 9 ده ميعاد، اول ما يجيب لي مواعيد يبقى ده مضارع بسيط اللي هو لا اما مصدر لا اما فعل اخره اس. بختار فعل اخره اس امتى؟ لما الاقي ده مفرد. بختار فعل في المصدر امتى؟ لما بلاقيه يا فندم جمع. هو بيقول لي طياره احمد هتسافر، طياره احمد دي مفرد. طب طالما هي يا فندم مفرد يبقى انت عايز فعل اخره اس، يبقى كلمه arrives. يلا يا قلبي اللي بعدها. She not travel to another country since she was baby. قلبي since دي بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. هو جيب لك ماضي بسيط اهي، واز اهي ماضي بسيط، واز وير يبقى ده ماضي بسيط. طب سنس جاي بعدها ماضي بسيط يبقى قبلها مضارع تام. المضارع التام اللي هو بيتكون من هاف وهاز تصريف تالت. طبعا شي مفرد فانا عايز هاز، بس هو هنا منفيه عايزها نفي يبقى hasn't traveled. 4 نقط بي يو able to swim when كذا كذا. بص يا جماعه اول ما تشوف able دي يبقى انت عايز في قاعده كده اسمها ايه؟ able to بيجي بعدها فعل في المصدر وبيجي قبلها لا اما was لا اما where. وطبعا was بتاخد 4 ضمائر كلنا عارفينها اللي هي I وهي وشي وات واي اسم مفرد. where بيجي معاها 4 ضمائر هي we ويو وزي واي اسم جمع. طيب في نقطة مهمة جدا بقى، الكلام ده لو في نقطة. طب لو في علامة استفهام بتيجي ازاي؟ بتبدأ بقى بواز او وير. يعني هنا بص في نقطة اهي، طالما هنا في نقطة يبقى تبدأ بالشخص الأول بالفاعل الأول. بص اي هي شي ات وي يو زي ثم واز او وير ثم ايبل تو. طب لو في علامة استفهام بتبدأ بقى بواز وير ثم الفاعل اللي هو اي وهي وشي وات واي اسم مفرد، ووير بتاخد وي يو زي، وبعد كده able to، بعد كده فعل في المصدر. هنا في ايه بقى؟ علامة استفهام. انت عايز تبدأ بمين؟ بوز او وير. احط واز ولا وير؟ والله يو بتاخد ايه؟ بتاخد وير، يبقى هنكتب وير. ادي وير يو فاعل able to فعل في المصدر. عايز اقول لك هل كنت قادر على العوم عندما انت كنت عندك 6 سنين؟ اللي بعده That's she نقط interesting story I have ever read. بص يا شباب اولا كده عشان الناس تبقى فاهمه ever دي بتيجي مع اسلوب التفضيل. اول ما تشوف ever يبقى انت عايز اسلوب تفضيل اللي هي زي صفه اخرها اي اس تي، ذا بيست. المهم في ذا دي ذا بيست ذا ليست على حسب. هنا في ليس يبقى هو عايز ليست. تريكات مهمه لازم تركز قوي فيها. خش على الجزئيه اللي بعدها. محافظه كفر الشيخ، تعال نشوفها بتقول لك ايه. بيقول لك منى عاده بتزور اجدادها، جدها وستها يعني في ذا ويك اند. طبعا ويك اند بتاخد ات ذا ويك اند، دي فترات زمنيه حضرتك بتحفظها. يونت 1 وي نقط بي ماريد فور اوفر 50 years. عايز اقول لك احنا متجوزين بقالنا اكتر من 50 سنه. طبعا فور دي يا شباب بيجي قبلها مضارع تام. المضارع التام اللي هو بيتكون من ايه؟ من هاف وهاز تصريف تالت. هنكتب احنا بقى هاف عشان وي دي بتاعت الجمع، وبي هاتت منها التصريف التالت هتبقى بين. اللي بعده
3 as بيجي بعدها ماضي مستمر اللي هو was aware فعل اخره انه جي، فنكتب was وكلمه give دي تبقى giving. كلنا عارفين يا شباب ان as while وحاجه كمان اسمها just as بيجي بعدهم فاعل، بعد الفاعل حاجه اسمها was aware زائد فعل اخره ing. تمام يا شباب؟ تمام يا مستر. ادي as يبقى هنكتب يا مستر as فاعل was aware، هكتب was عشان I مفرد فهو زائد فعل اخره ing اهي. اللي بعده امي اخبرتني ان انا، اول ما يقول لك able يبقى انت عايز was aware able to. طبعا not هنكتب was عشان I بتاخد was ونكتب not wasn't able to مكتوبه اهي، يبقى wasn't able الاجابه. انا كنت محبط او احبط لما انا سمعت ان مركز المجتمع كان مقفول، يبقى انا احبط مش بحبط، انا اللي محبط. يبقى نفس الكلمه disappointed بس يا شباب هنحط لها ايدي. المحافظه اللي بعدها نشوفها كده. تعال نشوف انا محافظه دمياط بتقول ايه. بتقول لك could ماهر swam when he was 5. هل يا ماهر كنت تقدر تعوم عندما لما هو كان عنده 5 سنين؟ هل كان ماهر يقدر؟ والله كود دي لما تشوفك انت عايز فعل في المصدر. المصدر اللي هو ايه المصدر ده؟ اللي هو التصريف الاول. دي هنشيل الايه ونخليها اي تبقى سوام. المتحف كان مدهش ولا مندهش؟ كان فيه كثير من الاشياء القديمه. يبقى المتحف بقى مدهش ولا مندهش؟ مندهش. يبقى amazing ing. ليه؟ عشان كان مدهش، ما كانش مندهش، هو كان مدهش. يبقى amazing. طبعا يعني الاي دي عشان لو مش باينه هنحط الاي ان جي، هنشيل الاي ونحط اي ان جي. نايسر ادن نور امر نقط ان ذا كلاب يسترداي. بص يا شباب عشان بس الناس تبقى فاهمه، نايسر دايما بتاخد فعل مفرد، خلينا متفقين، بتاخد فعل مفرد. ولما يكون بعد نور على حسب الشخص التاني اللي بعد نور، يعني لو عمرو ده مفرد فهتاخد فعل مفرد، لو عمرو ده جمع هتاخد فعل جمع. عمرو مفرد ولا جمع؟ مفرد، فبي دي عايزينها مفرد. المفرد من بي ايه؟ الماضي هي ووز اوير، الماضي منها ووز اوير. طالما في يسترداي يبقى انت عايز من بي دي الماضي اللي هي ووز اوير، هنختار ووز عشان عمرو مفرد. الاقصر بلان، خلاص طياره الاقصر يبقى الكلام ده معاد. اول ما يقول لك طياره الاقصر طياره، قطر، محل، مش عارف، برنامج، اي حاجه فيها مواعيد يبقى انت عايز مضارع بسيط، مصدر او فعل اخره اس. الطياره دي مفرد فانت عايز فعل اخره اس، يبقى كلمه ارايف نجيب منها المصدر ونحط لها اس في الاخر. اللي بعده ابويا ايه هذه العربيه سنس اي واز شال. والله سنس دي بيجي قبلها مضارع تام، يبقى ابويا مفرد فهنقول هاز. عايز بقى تصريف ثالث. احنا المضارع التام احنا عارفين ان المضارع التام لو انت فاكر بيتكون من حاجه اسمها هاف او هاز بلس تصريف ثالث، ده كده شكل المضارع التام. ابويا مفرد فهنختار هاز. هاز عايز تصريف ثالث، هاف التصريف الثالث منها ايه؟ هاد. ادي كده يا معلم الاجابه اهي. نشوف يلا يا شباب الجزئيه اللي بعدها، محافظه السويس. تعال نشوف الاسئله اللي جايه فيها عامله ازاي. بيقول لك ايه؟ نايزر اوف ذوس نيكلاس نقط بي شيب. طبعا هنا نايزر، على فكره نايزر بتيجي بعدها فعل مفرد دايما. طيب عايزين بي بقى المفرد منها ايه؟ ووز اوير، هنكتب ووز ده لو كلام ماضي، لا اما نكتب از لو كلام مضارع. عايز تكتبها از تمشي، عايز تكتبها واز بس الافضل تكتبها از عشان طالما ما وضحش الجمله ان هي في الماضي يبقى الكلام اكنه في المضارع عادي، يبقى از افضل. لاست ويك، خلاص لاست ويك يبقى كلام ماضي ماشي. الاسبوع اللي فات ايه لعبت على الجيتار ان تو كونسرتس، في حفلتين. هي كانت مندهشه ولا مدهشه؟ مدهشه يبقى ان جي، مندهشه يبقى اي دي. طب هي مدهشه يبقى ان جي، يبقى نعمل ايه في اميز؟ هنعمل كده اميزنج نحط لها ان جي، هنحذف الاي ونحطها ان جي. اللي بعده بيقول لك انت ايه تيل اني وان، انت ايه تخبر اي حد عن السر بتاع صديقك. انا اي ادفايس، انا بنصحك. والله ادفايس دي حضرتك يا فندم اول ما تشوف ادفايس بص كده، ادفايس يبقى انت عايز شد دي بتاعت النصيحه، بيجي بعدها فعل في المصدر وبيجي قبلها شخص فاعل. وفي برضه قاعده كده اسمها مايت، دي بتدل على الاحتماليه.
برضو بيجي مصدر بيجي قبلها فاعل. بتدل على الاحتمالية، يبقى معناها احتمال. معناها يا شباب احتمال أو ربما، هي لها المعنى دي. طب في كلمات معينة دل على might دي، زي مثلا I am not sure، أنا مش متأكد. أول ما تشوف الكلمة دي يبقى أنت عايز might على طول. في يا قلبي perhaps، في probably، في يا قلبي maybe. اي كلمه دول يا شباب اول ما تشوفها يبقى انت على طول عايز كلمه might. واول ما تشوف advice او بالسي، ممكن تبقى بالاس ينصح او بالسي نصيحه، المهم يبقى انت عايز should. انا شفت advice اهي، يبقى انا عايز مين؟ should. يا رب الناس تكون فاهمه. بس هو بيقول لك ايه بقى عشان بس الناس تبقى فاهمه؟ بيقول لك انت يجب تخبر اي حد عن سر صديقك؟ اكيد لا يجب. يبقى بدل should هنحط لها ان ابوستروف تي كده، ان ابوستروف تي، عشان دي بتاعت النصيحه. should دي يعني هتنفع عادي. اللي بعد بيقول لك فيرست مترو، اول قطر المترو هيمشي الساعه 6. والله ميعاد، اول ما يجيب لك ميعاد قطر برنامج لسه لنا في الامتحان اللي فات، انت عايز مضارع بسيط. مصدر او فعل اخره. طبعا القطر مفرد فانا اقول ليفز، احط له اس. هيثم هازن، بس هازنت وتصريف ثالث نفي، يبقى انا عايز يت اللي بتيجي في النفي يا شباب. لكن لو كان شلك دي كده ساعتها يبقى اوريدي الصح. تمام؟ يلا المحافظه اللي بعدها، محافظه الاسماعيليه. تعالى نحلها ونشوف هي بتتكلم عن ايه. بيقول لك هاف يو بين تو كايرو، هل انت عمرك رحت القاهره؟ قال له ايوه انا رحت. بص يا شباب، طبعا لما يجي لك صيغه السؤال كده يبقى انت عايز الكلام في الماضي. هل انت رحت القاهره؟ فانت عايز تقول له ايوه انا رحت. اقولها له ازاي بقى؟ هتجيبها له ازاي؟ هتقول له بدل بي دي هتجيبها له واز في الماضي، عشان اي عايزه واز. انا كنت، طالما جاب لك اي ان جي يبقى غلط، يبقى نحط لها اي دي. احفظها، اي ان جي لا يبقى اي دي. بص احمد نور دي يا شباب بتيجي مع حاجه اسمها نايزر. امتى بص تكون صح؟ لما تكون نور دي اند. عارف لو نور دي اند ساعتها بص صح. طب لو كان جاب لي اور، ما كان نور دي اور يبقى انا عايز ايزر بقى. يبقى انا الاجابه دلوقتي نايزر عشان كلمه نور. بص ان نايزر. طب اور ايزر من غير الان. اللي بعده، علي نقط سبند ا ويك ان اسوان از هيز انتنشن. طبعا انتنشن دي بتدل على النيه. بص يا شباب لما تشوف انتنشن او كلمه انتنت دي ان ماشي، انتند، او حضرتك تشوف كلمه اسمها ديسايد يقرر، وفي زيها ديسيشن شبهها يعني. ولو شفت كلمه اسمها ميك اب يور مايند، لو سمحت يا حبايب قلبي اي كلمه من دول يا قلبي، اي كلمه لو سمحت اختار قاعده اسمها جوينج تو. قاعده اسمها ايه؟ جوينج تو. هنا بقى يا قلبي علي عايز ام ولا از ولا ار؟ از، هتقول از وجوينج تو بقى. جوينج تو من دماغك وكلمه سبند هتكتبها، يبقى از جوينج تو سبند. هاو اباوت واتش ا بلاي. طبعا هاو اباوت دي من يا جماعه من الافعال، من التعبيرات اللي بيجي بعدها فعل اخر جي بتدل على الاقتراح. يبقى بقول له ايه رايك بمشاهده مسرحيه؟ خلي بالك ابلاي مسرحيه، شيل الايه بقت فعل، بقت يلعب، عشان بس الناس تبقى فاهمه. واتش دي هتبقى واتشنج يا قلبي، هنحط لها اي ان جي كده كده الاجابه صح. يبقى هاو اباوت واتشنج ا بلاي. السؤال اللي بعده، المحافظه اللي بعدها محافظه بني سويف. تعال نشوف بتقول ايه. وي ار ستارت، احنا هنبدا مشروع جديد نيكست ساندي من الحد اللي جاي اس ارينج، وده ترتيب. طبعا ارينج دي ترتيب. اول ما تلاقي كلمه ارينج او في كلمه شبهها بالظبط اسمها ارينجمنت، اول ما تشوف ارينج او ارينجمنت، او ممكن كلمه كمان يا شباب اسمها مستر علاء اسمها بريبير، ده بيبقى مضارع مستمر. بريبير، ارينج او بريبير، وفي بريبريشن، وفي بيرث داي، بيرث داي عيد ميلاد، وفي ماريد جواز، وفي ويدنج حفله زفاف،
اي كلمه او look listen now at the moment at present look out check out still today take care اي حاجه من دول يبقى انت عايز مضارع مستمر. المضارع المستمر بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجه اسمها ام او از او ار زائد يا قلب فعل اخره اي ان جي. طيب هنا بيقول لك بقى ار اهي، يبقى انا عايز فعل اخره ان جي، يبقى ستارت دي تبقى ستارتنج، حط لها ان جي بس. الطياره مش عارف هتطلع الساعه 7، والله الساعه 7 ده ميعاد، طالما ميعاد يبقى انا عايز مصدر او فعل اخره اس. الطياره مفرد فانت عايز فعل اخره اس كده. اللي بعده haven't drunk anything since. بص واحد هيستعجل يحط لك يت غلط. ليه بقى يت غلط؟ عشان يت دي بتيجي في اخر الجمله. يا مستر ما يت بتيجي في النفي، اقول له انت صح بس يا فندم يا بي يت دي تبقى صح لو جايه في اخر الجمله. طب هنا النقط مش في اخر الجمله، هي النقط جاي بعدها مده زمنيه، وطالما جاي مده زمنيه فانت عايز حاجه اسمها فور، يبقى دي تتمسح وتحط فور بيجي بعدها مده زمنيه. ونقط keep our password secret، احنا ايه؟ نحافظ على الباسورد بتاعنا السر. احنا يجب مش ممنوع، لا must. اللي بعده she has played in 2 concerts yet. طبعا ايه الحاجه اللي بتيجي في اخر الجمله؟ في الجمله المثبته طالما في has played او have played مثبت يبقى انت عايز قلب already، فاوريدي هي الصح. طب امتى يت دي تبقى صح؟ لما يكون هاز دي نفي كده، لو كانت دي منفيه كده تبقى ساعتها يت صح. المحافظه اللي بعدها the computer is not expensive than. بص اول ما تشوف زان يبقى انت عايز 3 حاجات، كل محافظه بنقولها. زان يبقى 3 كده هتختارهم. ايه هما ال3 يا مستر علاء؟ قال لك يا اما تختار صفه تحط لها اي ار لو دي صفه قصيره. طب يا مستر علاء لو صفه طويله هتحط حاجه اسمها مور ثم الصفه الطويله بتاعتك، لا اما لس ثم الصفه الطويله برضو. بالمناسبه مور معناها اكثر، لس معناها اقل. تعال نشوف كده بيقول لك ايه. زن اهي، يبقى انا عايز حاجه من الثلاث دول، والله اكسبنسيف دي صفه طويله يبقى هنحط لا اما مور لا اما لس. طب مور ولا لس؟ اكثر ولا اقل؟ على حسب الترجمه. الكمبيوتر بيكون اغلى ولا اقل من التليفون؟ دلوقتي طبعا هنخليها اغلى، هي اغلى يبقى مور، يبقى نكتب مور. بص الواد اللهبل يقول لك مور ويمشي، لا ارجع تاني هتقول مور اكسبنسيف يا بيه، هتنقل نفس الصفه تاني بس هزودها مور بس. از دي بتيجي بعدها ماضي مستمر، ووز او وير فعل اخره ان جي، شي مفرد فهتقول ووز وكلمه وش دي نحط لها اي ان جي كده يا فندم. احنا بندغدغ لك المحادثه، بندغدغ لك الكوريكت صح عشان الناس بتقع فيه. اللي بعده he is a poor person، عايز اقول لك هو شخص ممل يبقى bored، بس ممكن يا مستر تبقى بورينج على حسب. طب كمل كده، ممكن تبقى بورينج. بورد يعني ممل، هو يعني ملان. طب بورينج يعني بيمل اللي قدامه، هو شخص رخم. لو هتلاقي ان جي هو بيكون شخص ايه؟ I don't like to listen to him، انا مش بحب اسمعه. طب انا مش بحب اسمعه ده معناه ان انا ان الشخص ده ايه؟ بيمل ولا هو ملان؟ يبقى هو بيمل اللي قدامه يبقى بورينج. هتحط لها ان جي، فدي الاجابه. اللي بعده بيقول لك ندى ايه اصدقاء واسمها سنس يبقى انا عايز هنا يا معلم مضارع تام، بيجي قبلها مضارع تام هاف او هاز تصريف ثالث. ندى مفرد فهتقول هاز، بي التصريف الثالث منها ايه؟ هي بس هتحط لها ايه كمان وان، هاز بين. اولا he has done his homework، هو عمل واجبه حتى الان. طبعا يت دي بتيجي في النفي مش في الاثبات، امال ايه اللي بتيجي في الاثبات؟ يت يبقى already. المحافظه اللي بعدها محافظه اسيوط، تعال نشوفها. بقول لك هافنت فين؟ طبعا ده مضارع. بص يا جماعه نفي، طالما في نفي هاف او بص شفت هاف او هاز جاي بعدها تصريف ثالث وفي الاخر جاب لك نقط يبقى انت عايز اوريدي. طب لو جاب لك دول منفيين حط لك ان ابوستروف تي يبقى انت عايز يت. ما تنساش ان الاثنين بيجوا في اخر الجمله، دي منفيه يبقى انا عايز يت بقى اوريدي بتاعت الاثبات. اللي بعده he is a نقط person we all don't like sitting with him، نفس المثال بتاعت في الامتحان اللي فات.
هو بيكون شخص ايه احنا كلنا مش بنحب نقعد معاه، يبقى هو شخص ممل بورينج. حط لها ان جي. بص والله اذا ترين كايرو قطر القاهره، يبقى ده خلاص مضارع بسيط. طبعا مفرد القطر فهنحط لها اس، تتعاد كل شويه. هما ايه متاخرين على المدرسه، والله يا اسطى دي ماضي. طب بي دي الماضي منها ايه؟ ووز او وير. هختار وير عشان زي جمع. مريم بيرثدي از نوت ات ذا فيرست اوف ابريل. عايز اقول لك ان عيد ميلاد مريم بيكون ايه؟ ذا فيرست اوف ابريل، في شهر اول شهر ابريل. يبقى اون. اول ما يقول لك ذا فيرست يبقى انت عايز اون على طول، اون ذا فيرست اوف. المحافظه اللي بعدها، تعال نشوف يلا يا شباب محافظه سوهاج بتقول ايه. بيقول لك I have squash lesson in the weekends. اول ما يقول لك ويك اند يبقى انت عايز at weekends. الكاتل بيكون اغلى، والله لسه قايلين زان، يبقى انا عايز لا اما صفه اخرها اي ار لو صفه قصيره، لا اما مور ونحط الصفه بتاعتنا الطويله لو صفه طويله، لا اما لس ولو برضه صفه طويله. طيب طبعا كلنا عارفين ان مور اقصر، لسه اقل. هنحط ايه بقى؟ والله الكاتل بيكون اغلى ولا اقل من اللابتوب؟ بيكون اقل، يبقى تقول لس، واكسبنسيف دي تكتبها تاني يبقى لس اكسبنسيف. هند لايكس reading نقط excited stories. هند بتقرا بتحب تقرا قصص مثيره، يعني القصص دي هي اللي الرائعه، هي اللي بتثير، هي اللي بتمتع اللي قدامها. القصص مش القصص متمتعه، بتمتع، يبقى exciting. هنحط لها ان جي يا فندم. اللي بعده نوع هاز نقط تو كايرو فور ا ويك. طبعا يا شباب اول ما يقول لي هاز يبقى انا حاسس في ثالث، يبقى بين. اللي بعده الطياره بتاعت لندن هتمشي الساعه 7:30. arrives مضارع بسيط، arrives هنحط لها اس. اللي بعده معلش يا جماعه المحافظه اللي ديت التصوير ما كانش الطف حاجه، بس المهم اي نقط ماي هوم ورك يت دي بتيجي في النفي، يبقى انا يا شباب احط هافنت وفينش التصريف الثالث منها ايه؟ فينيشد. يلا يا قلبي اللي بعدها نايزر نور نايزر نور تمام. نايزر بتيجي مع نور اهي. انا عايز فعل مفرد بقى عشان نايزر بتيجي مع الافعال المفرده. الفعل المفرد باللايك ايه يا قلبي؟ لايكس. البنك بيكون ما بين مش عارف تو طالما شفت تو يبقى انا عايز نيكست تو بجانب. فيليجر السكان المحليين بيكونوا ايه؟ بالقرب من الخطه. طبعا هنا يا جماعه مش اكسايتنج، لا هم اكسايتد. هحط لها اي دي طالما اي نجي يبقى نشيلها. المثال اللي بتاعت كل شويه يقول لك يا استاذ اللابتوبات بيكون اغلى من الكتل. اغلى من الكتل، يبقى تقول مور اكسبنسيف. مور ايه يا شباب؟ اكسبنسيف. يلا يا شباب نحل محافظه هنا. بيقول لك ايه؟ سلمى ترافل تو الكسندريا ان هوليداي. اي كلمه فيها دي بيجي قبلها اون، دي معروفه. خلاص اتعدت كذا مره. بيقول لك انه من السهل انك تتسوق اونلاين دلوقتي عن قبل كده. طبعا زان يبقى انا عايز صفه اخرها اي ار، الواي دي هتتشال ونحط مكانها اي ار، يبقى كده ايزير. محمد صلاح بيكون لاعب مدهش، هو مش مندهش، مدهش هو اللي بيدهش، يبقى نحط اي ان جي بدل الاي دي هنشيلها نحط مكانها ان جي. هاف يو ايه اللي بيجي لما تلاقي بص علامه استفهام كده ويجيب لك هاف او هاز في اول الكلام؟ انت عايز ايفر اللي بتيجي في السؤال على ايفر في السؤال ايفر. يو نقط انت ايه؟ تدخن في المستشفى، انت يجب ولا ماسنت؟ لا يجب، هتنفيها. المحافظه اللي بعدها تعالى كده يا شباب نشوف المحافظه بتقول لك ايه. بتقول لك ايه؟ بيقول لك ذا الماتش بين مصر وجيبوتي كان رائع، كان مدهش، يبقى نحط ان جي. exciting. عارف لو حطيت اي دي يبقى الماتش هو اللي مندهش، هو اللي مندهش، لكن تعال صوره رائع بيدهش يبقى نحط لها ان جي. قطر بتاع القاهره، طب خلاص قطر يبقى انا عايز فعل اخره اس. اي نقط ليف ان اسوان سنس عايز قبلها مضارع تام اللي هي هاف وهاز تصريف ثالث، هنحط هاف عشان اي بتاخد هاف ليفد. بص علي اند براذر، والله بص دي بتيجي بعدها فعل جمع دائما،
طيب ايه الفعل الجمع من كلمه بي؟ لا اما اس لا اما ار، بس ار بتاعت الجمع، اس بتاعت المفرد. هبه hurt her leg badly and she not to see a doctor. هبه عورت رجليها بسوء، هي ايه هتشوف دكتور، هي مضطره تشوف دكتور. شي عايزه هاز، طبعا في قاعده اسمها هاز تو هاف تو بتاع الاضطرار، الحاجات اللي لازم تتعمل اجباري عافيه. تمام يا شباب؟ تمام كده يا شباب، يكون خلصنا كل المحافظات اللي موجوده عندك. ان شاء الله باذن الله انتظرونا الفتره اللي جايه، هننزل لكم مراجعات بقى، هنشرح لكم المنهج كله في فيديو واحد، شرح الجرامر كله في فيديو واحد في نص ساعه بس. متخيل الجرامر كله في نص ساعه؟ اللي حابب يسمع او عايز الفيديو ده ابعت لنا في الكومنتات يا مستر ارجوك نزل لنا الفيديو ده. خلاص يا شباب، بالتوفيق ان شاء الله، نتقابل المره القادمه وهنزل لكم التفاصيل اللي احنا هنمشي عليها، الخطه الفتره اللي جايه بتاعت المراجعه، عشان طبعا في مراجعه مهمه جدا 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 لثالثه اعدادي. بالتوفيق يا شباب، السلام عليكم.